خليني اقول لك ان من بين كل المنصات دي فيوتيوب هو يعتبر افضل منصه لمشاهده الفيديوهات. ليه؟ لانه دسم بالمعلومات اللي ممكن تلاقيها على بعد ضغطه زرار منك انت في اي حاجه، وعشان كده انا رشحت ليكم افضل 5 فيديوهات لسنه 2022. فاهم لما يكون في واحد بيحاول اللي هو ينهي حياته في فتره من الفترات ويبدا يلخص لك المشكله دي وازاي هو كان بيتعامل معاها، ويكون عنده وعي مهم جدا بالمشكله ديت، ويبدا اللي هو يلخصه لك في فيديو دسم تقدر ان انت تستفاد منه زي اكنك انت بتسمع اخوك الكبير. الفيديو ده هنشوفه في فيديوهات ممدوح نصر الله ليه انهى حياته. هنا هنلاقي نفسنا رجعنا لذكريات الطفوله، ذكريات ما كانش فيها اي غل او اي حاجه، وده هنلاقيه في فيديو محمود اسماعيل 25 دقيقه من النوستالجيا. الفيديو ده اكثر من رائع. فكره ان انت تتكلم عن موضوع لشخص معين ده شيء سهل، ولكن فكره ان انت تكون بارع ان انت تحكي حكايه شخص معين ده اللي ما اعتقدش ناس كتير تقدر انها تعمله. ده اللي حصل في فيديوهات كريم السيد. بالنسبه لي افضل فيديو شفته لكريم السيد هو كان فيديو هو بيلخص فيه اخطر شغلانه في مصر، وهو بيعبر قد ايه ان الشغلانه دي صعبه وقد ايه الشغلانه دي خطر. الفيديو ده اكثر من رائع. الفيديو ده انصحكم بمشاهدته جدا جدا. الفيديو اسمه اخطر شغلانه في مصر. اوقات بيجي علينا فترات بنكون مش عايزين نعمل اي حاجه، عايزين بس نقعد وما نشتغلش ولا عايزين نعمل اي حاجه، وبنكون فاكرين ان ده بيخلينا مرتاحين، او على الاقل ده بيخلينا ان احنا ما بنبذلش مجهود بحاجه. والانسان بطبيعته ما بيحبش يبذل اي مجهود. الدماغ مهيئه ان هي تبقى مرتاحه، هي مش عايزه تعمل اي حاجه. بس الغريبه ان ده لما بيحصل بنحس ان احنا متضايقين، بنحس ان احنا مخنوقين كده، مع انك انت بتعملش حاجه بس انت برضه مخنوق. الفيديو دوت اللي بيلخصه فيديو للمبدع اللي تقريبا انا اتكلمت عنه كتير هنا، احمد ابو زيد. احمد ابو زيد بيلخص المشكله دي حلو جدا في فيديو من اكثر الفيديوهات اللي ممكن تكون شفتها على اليوتيوب الفتره دي، وهو فيديو سر التعب. ده بالنسبه لي افضل فيديو انا شفته لسنه 2022 وممكن لسنين قدام، لانه تناول موضوع حساس قوي، موضوع في غايه الاهميه، مش اي واحد ممكن ياخد المخاطره ان هو يتكلم عنه، خاصه لان الموضوع ده مش كل الناس عندها وعي بيه، واكتريه الناس بتتكسف. انا عن نفسي ما اقدرش ان انا اتكلم عن موضوع زي ده على الاقل هنا، وعلى الاقل في الفتره دي انا ما اقدرش ان انا اتكلم عنه. الفيديو ده فيديو للمبدع عبد الله العلاوي، وهو بيتكلم عن ادمان الاباحيه. فكره ان انت تتكلم عن موضوع زي دوت، صدقني الموضوع بيكون صعب جدا وممكن يتهاجم لو ما اتقالش بالطريقه الصح وما اتاخدش بقدر الاهميه اللي بتاعه الموضوع نفسه. لكن عبد الله العلاوي قدر ان هو يتكلم عن الموضوع ده بطريقه فيها وعي بدرجه كبيره جدا، وبين اهميه الموضوع ده وقد ايه الموضوع ده فارق في حياه شباب كتير جدا. فانصحك وبشده ان انت لازم تروح تشوف الفيديو ده. الفيديو اسمه ادمان الاباحيه عند عبد الله العلاوي. شكرا لاي صانع محتوى انا ذكرته في الفيديو ده، واي صناع محتوى تانيين على اليوتيوب. من غيركم اليوتيوب ما كانش هيكون بالحلاوه دي. اشوفكم على خير الفيديوهات الجايه. سلام.